هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 20 من نوفمبر. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي نواصل معكم تغطية الأحداث في منطقة القرن الأفريقي، ونقدم لكم في الجزء الأول من حلقة اليوم وبقلم الباحث والمحلل الإريتري عبد القادر محمد علي تعليقا تحت عنوان طموحات وتحالفات جذور تأجيج الحرب في إثيوبيا. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم أيضا تعليقا تحت عنوان تدويل الحرب وأوهام السيادة. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تحويل مستشفى صنعافي لمستشفى عسكري لعلاج الجنود الإثيوبيين. مقتل 3 نساء في قصف مدفعي جنوب مدينة صنعافي. أنباء عن تواصل المعارك بهدف الاستيلاء على مقالة. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أكدت مصادر عليمة لإذاعة أرينا الدولية بأن السلطات في إريتريا حولت مستشفى مدينة صنعافي إلى مستشفى خاص لعلاج جرحى قوات الجيش الإثيوبي الفيدرالي. وأكدت المصادر بأن المستشفى امتلأ بجرحى الجيش الإثيوبي، وفي الأثناء التي يتم تحويل المدنيين فيها من سكان المدينة لتلقي العلاج في مستشفى مدينة عد قيح، والتي تبعد 25 كيلومترا. وسبب هذا الإجراء معاناة للمواطنين في ظل القيود المفروضة بسبب وباء كورونا وبعد المسافة. وكانت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المعروفة باسم الوياني قد احتلت المدينة في عام 2000 وهدمت المستشفى باستخدام المتفجرات، ولكن وزارة الصحة الإريترية عادت بناءه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدأ المستشفى في تقديم خدماته للمواطنين في عام 2015. وتشير مصادر كذلك إلى استخدام مستشفى بارنتو التحويلي كذلك لعلاج جرحى الجيش الفيدرالي الإثيوبي. أفادت أنباء عن مقتل 3 نساء في قرية مبارحجودة جنوب مدينة صنعافي جراء قصف مدفعي موجه من إقليم تيغراي. وقتلت امرأتين من أسرة واحدة وامرأة ثالثة عندما وقعت قذيفة على منزلهن في القرية التي تصنف ضمن قرى منطقة إمبادة جنوب صنعافي. الجدير بالذكر أن قصفا متقطعا بواسطة المدفعية موجه من إقليم تيغراي استمر منذ 13 من الشهر الجاري، ولم يتسنى لإذاعة أرينا التأكد من الأضرار المادية التي خلفها القصف المدفعي. تفيد آخر الأخبار الواردة من إقليم تيغراي بأن المعارك بين القوات الحكومية وجيش حكومة إقليم تيغراي تتواصل في الاتجاه الغربي، حيث تحاول القوات الحكومية الوصول إلى مقلة عاصمة إقليم تيغراي. وكان حاكم الإقليم دبرتسين والدمكيل قد أقر بأن قوات الإقليم خسرت مدينتي شيري اندسلاسي ورايا للقوات الحكومية، وقال بأن ذلك نصر مؤقت وأن قواته سوف تستعيد زمام المبادرة. واتهم القوات الحكومية التي تحاول الوصول إلى مقلة بقصف المدنيين، بينما اتهمت القوات الحكومية قوات إقليم تيغراي بنسف الجسور والطرق لمنع تقدم القوات الحكومية نحو العاصمة. وحسب العديد من المصادر فإن المعارك تشتد بين الطرفين، خاصة في ظل انتهاء المهلة التي منحها رئيس الوزراء أبي أحمد لقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالاستسلام، والذين بدورهم سخروا منها وتعهدوا بمواصلة حرب شعبية طويلة الأمد ضد ما أسمته بالقوات الغازية. ودعا دبرتسين إلى التكاتف والتعاضد في صد العدوان المشترك لحكومتي إسياس وأبي أحمد، كما قال في آخر حديث تلفزيوني له. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا.
تحويل مستشفى صنعفة لمستشفى عسكري لعلاج الجنود الإثيوبيين. مقتل 3 نساء في قصف مدفعي جنوب مدينة صنعفة. وأنباء عن تواصل المعارك بهدف استيلاء القوات الحكومية على مقالة عاصمة إقليم تيغراي. المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، كانت تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي نخصصه لمتابعة آخر تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي مع تطورات الحرب الجارية الآن في شمال إثيوبيا. وفي حلقة اليوم في الجزء الأول نقدم لكم تعليقا بعنوان طموحات وتحالفات جذور تأجيج الحرب في إثيوبيا، وهو بقلم الباحث والمحلل الإريتري عبد القادر محمد علي، ونشر هذا التعليق من قبل في موقع TRT التركي. هذه إذاعة إرينا. ويقول الأستاذ عبد القادر محمد علي: عادت التطورات الأخيرة في إثيوبيا البلاد إلى بؤرة الاهتمام العالمي مع قرار رئيس الوزراء أبي أحمد مطلع نوفمبر بشن عملية عسكرية على إقليم تيغراي شمال البلاد، والذي مثل الذروة المتوقعة لتوتر مديد بين الطرفين. ورغم المناشدات الدولية ومحاولات الوساطة، يبدو موقف أديس أبابا متصلبا إزاء خصومها السياسيين في تيغراي، وهو ما ينذر بأن فوهات المدافع لن تخمد قريبا، ويطرح التساؤلات حول جذور تغذي الصراع أعمق من السبب المعلن، وهو استيلاء الجبهة الحاكمة في تيغراي على معسكرات تابعة للجيش الفيدرالي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أبي أحمد: الحرب ممارسة للسياسة بأدوات أخرى. كان وصول أبي أحمد إلى سدة رئاسة الوزراء أبريل 2018 نتيجة مباشرة لتصاعد لمظاهرات الشعبية المنددة بالنظام السياسي الذي تسيطر عليه أقلية التيغراي البالغ عددها 6% من السكان. وحينها وصلت البلاد إلى مفترق طرق يقود إما إلى تغيير في هياكل السلطة وإما إلى الحرب الأهلية. على أجنحة هذه الثورة جاء أحمد مفتتحا عهده بإصلاحات طالت السياستين الداخلية والخارجية، كإطلاق سراح السجناء السياسيين والانفتاح على التنظيمات المعارضة داخل البلاد وخارجها، وإنجاز اتفاق سلام مع الجارة الإريترية مهد له الطريق لنيل جائزة نوبل للسلام في 2019. ولكن الصورة بدأت تزداد قتامة وفقا لمراقبين، وبدلا مما كان متوقعا من أن تشهد الفترة الانتقالية تأسيسا لمنظومة ديمقراطية تدير شؤون البلاد، بدأت الميول السلطوية لرئيس الوزراء في الظهور، ووجهت أصابع الاتهام بانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان إلى حكومته، كان أبرزها حملة الاعتقالات الواسعة بعد اغتيال المغني الإثيوبي هاجالو هندسا صيف هذا العام، والتي طالت مجموعة من أهم منافسيه السياسيين على رأسهم الزعيم الأورومي جوهر محمد، وهو ما أنذر أن طريق إثيوبيا نحو مستقبل أكثر استقرارا وحرية وديمقراطية يتعرض للخطر بشكل متزايد. سياسيا، وفي إطار محاولة أبي أحمد تفكيك النظام السياسي القائم على الفيدرالية الإثنية، دعا في نوفمبر 2019 الأحزاب السياسية في البلاد إلى الانضواء تحت حزب الازدهار الإثيوبي الذي أسسه بديلا للائتلاف الحاكم الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا، والذي حكم البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، وكان واجهة سياسية لنفوذ التيغراي في البلاد. رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الحاكمة في الإقليم الشمالي الانضمام إلى الائتلاف الجديد، واعتبرته عودة عن النظام الفيدرالي الإثني الذي ابتدعته للتخلص من نظام الحكم المركزي الذي عانت منه البلاد لعقود طويلة، وأضافته إلى مجموعة من القرارات والإجراءات التي استهدفتها وعملت على تهميش دورها في البلاد، بما في ذلك الإقالات لأبناء الإقليم من المؤسسات المدنية والعسكرية
والتحالف مع عدوها اللدود الرئيس الإريتري إسياس أفورقي. تصاعدت الخلافات بين الطرفين وبلغت ذروتها بإجراء الإقليم انتخابات عامة في سبتمبر الماضي، خلافا لقرار البرلمان الوطني تأجيل الانتخابات لفترة غير محددة تخوفا من انتشار وباء كورونا. رفض البرلمان والحكومة في أديس أبابا الاعتراف بنتائج الانتخابات التي وصفها بأنها غير قانونية وغير دستورية. في المقابل أعلنت حكومة إقليم تيغراي عدم اعترافها بشرعية ودستورية الحكومة المركزية، مما أدى إلى اتخاذ الأخيرة إجراءات عقابية كان من أهمها وقف التحويلات المالية منها إلى الإقليم في أواخر سبتمبر، مما اعتبره الأخير إعلانا للحرب عليه، وهو ما تحقق لاحقا مع بدء العمليات العسكرية الفعلية مطلع هذا الشهر. الهوة العميقة الفاصلة بين رؤيتي مقال الفيدرالية وأديس أبابا المركزية للنظام السياسي الأمثل لحكم إثيوبيا جسدتها الحرب وما تلاها من قرارات تؤكد صعوبة الوصول إلى توافق بين الطرفين، وأن اللجوء إلى السلاح كان السبيل الوحيد أمام أحمد لإزالة العائق السياسي الرئيسي الحائل بينه وبين تطبيق فلسفته السياسية على أرض الواقع. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى تعليق سياسي بقلم الباحث الإريتري عبد القادر محمد علي تحت عنوان طموحات وتحالفات جذور تأجيج الحرب في إثيوبيا. هذه إذاعة إرنا. ويواصل الأستاذ عبد القادر محمد علي قوله: يمثل الأمهرة أحد أضلاع مثلث الصراع الدائر في إثيوبيا الآن، وقد تمتعت هذه القومية بالهيمنة المطلقة على السلطة في أديس أبابا حتى إسقاط آخر الحكام من أبنائها العقيد منجستو هايلي مريم في مايو 91 على يد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. رغم أن إثيوبيا تعرف بمتحف الشعوب، فقد عمل حكامها من الأمهرة بجبروت السلطة على ترسيخ مركزية قوميتهم في الحياة السياسية والثقافية الإثيوبية على حساب غيرها من الشعوب، وهو ما أوجد نفورا عميقا تجاهها من القوميات الأخرى على رأسها التيغراي المنافس التاريخي للأمهرة على الحكم في الهضبة الإثيوبية. وشهد التباعد المستمر بين قيادة إقليم تيغراي ورئيس الوزراء أبي أحمد المنتمي لقومية الأورومو تقاربا مماثلا بين الأخير وسياسيين من قومية الأمهرة على أرضية رفض نظام الفيدرالية الإثنية والعودة إلى نظام حكم مركزي لإدارة البلاد، وهو ما تجلى في انضمام حركة أمهرة الوطنية الديمقراطية إلى تأسيس حزب الازدهار الإثيوبي بقيادة أبي أحمد. وبرز النزاع على تبعية أراضٍ في منطقة ويلغايت وغيرها يطالب الأمهرة باستعادتها من تيغراي كأحد الأسباب وراء دعم القوميين الأمهرة للحرب في الإقليم واندفاع ميليشيات محلية إلى المشاركة في القتال إلى جانب الجيش الفيدرالي أمام قوات تيغراي. كما لم يكن من المصادفة إجراء رئيس الوزراء مجموعة من التغييرات بعد اندلاع الأعمال العسكرية شهدت تعيين القيادي القومي الأمهري دمقي ماكونن وزيرا للخارجية، ورئيس إقليم أمهرة المستقيل تمسجان توروني رئيسا للاستخبارات. إدخال البعد القومي في المعركة بالتحالف مع القوميين الأمهرة لا يضيق هامش المناورة أمام رئيس الوزراء فقط، ولكنه يزيد من تأجيج الصراع ودمويته من جهة أخرى، كما يهدد من جهة أخرى بتحوله في حال تطاول أمده دون حل بانتقال الاشتباكات العرقية التي شاركت فيها المجموعات العرقية المختلفة خلال السنتين الماضيتين إلى مرحلة جديدة قد تؤدي إلى تفكك الدولة الإثيوبية نفسها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الرئيس الإريتري والرغبة في الانتقام. يواصل الأستاذ عبد القادر محمد علي قائلا: منذ اندلاع الحرب الإثيوبية الإريترية في عام 1998-2000 اتسمت العلاقة بين الرئيس إسياس أفورقي وقيادة إقليم تيغراي بالعدائية المفرطة، إذ أدى عدم التزام الأخيرة بإعادة أراضٍ إريترية تقع تحت إدارتها إلى سيادة أسمرة وفقا لقرار التحكيم الدولي بين الطرفين إلى دخول البلدين في حالة من اللا حرب واللا سلم قرابة عقدين من الزمان. مثل وصول أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء في بلاده منعطفا في العلاقة بين أسمرة وأديس أبابا، حيث أعلن رغبته في تطبيق القرار المذكور وقام بتوقيع اتفاق سلام مع الرئيس الإريتري
كان مدخلا لحلف متين بين الطرفين ضمن مشروع إقليمي ترعاه الأمارات العربية والسعودية، وعلى قاعدة عداء مشترك للجبهة الحاكمة في تيغراي. كان أفورقي من المنتقدين الدائمين علنيا لنظام الفيدرالية الإثنية في إثيوبيا، ومن المحرضين على الجبهة الحاكمة في تيغراي، واصفا بأنها عامل تدمير لإثيوبيا والعدو الرئيسي لبلاده، وهو ما جعل القيادة التيغراوية تشعر بأنها مستهدفة بالتحالف بين أسمرة وأديس أبابا، ولا سيما في خضم حملة الشيطنة والإقصاء التي تعرضت لها داخل إثيوبيا بعد تنازلها عن السلطة لأبي أحمد. ورغم إعلان إريتريا وقوفها على الحياد إزاء الصراع في الداخل الإثيوبي، فإن مقال اتهمت أسمرة بالمشاركة في الحرب على عدد من الجبهات بجانب القوات الإثيوبية، وبأن أراضيها أصبحت مسرحا لنشاطات عسكرية معادية، وهو ما صرح به مسؤولون من تيغراي على رأسهم دبرتسيان جبرميكائيل حاكم إقليم تيغراي. كما تم قصف مواقع داخل إريتريا منها العاصمة أسمرة بالصواريخ، مع التهديد بالمزيد من القصف في حالة استمرار الموقف الإريتري على حاله، وهو ما لم يصدر عليه تعليق رسمي من الحكومة الإريترية حتى اليوم. الكراهية العميقة من الرئيس سياس أفورقي للجبهة الشعبية الحاكمة في إقليم تيغراي وشعوره بأنها مهدد رئيسي لنظام حكمه الاستبدادي يمثلان وفقا لمراقبين عامل تعزيم للصراع بين أديس أبابا ومقالي وتحويله إلى حرب صفرية بينهما. وعلى هذا الصعيد يلتقي أبي أحمد الذي يرى أن قيادة إقليم تيغراي تحول دون إكمال إجراءات عملية السلام مع إريتريا التي تمثل له مدخلا أساسيا لتوطيد البعد الإقليمي لمشروعه السياسي. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى تعليق سياسي للباحث والمحلل السياسي الإريتري عبد القادر محمد علي تحت عنوان طموحات وتحالفات جذور تأجيج الحرب في إثيوبيا. هذه إذاعة إرينا. نواصل معكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام فقرات برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وفي الجزء الثاني تستمعون أيضا إلى تعليق حول الحرب تحت عنوان تدويل الحرب وأوهام السيادة، وهو بقلم فتحي عثمان. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. عندما تتقدم الدبلوماسية على الحرب تسمى بدبلوماسية الحرب، وعندما تسير وراءها منهكة من جروح الصراع تسمى بدبلوماسية السلام. في الأولى تنشط آليات الإعلام والدعاية وبعض أجهزة وزارة الخارجية خدما لآلة الحرب، أما في الثانية فينشط الوسطاء المحليون والدوليون من أجل بسط ملاءة السلام. الدبلوماسية صنع للحرب منذ القدم، فالحروب كانت ولا زالت تشن بذريعة تحقيق السلام. مؤخرا وعندما أعلن أبي أحمد بدء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي لم يفتح الباب لأي دبلوماسية وساطة، لأنه صرح بأنه لا يمكن وضع الحكومة والمجرمين في كفة واحدة. وحتى الساعة فإن مساعي الدبلوماسية لا تتجاوز الدعوات الخجولة لوقف الحرب، وهذه الدعوات الخجولة سببها كون الصراع شأنا داخليا يرفض أحد أطرافه، أي الحكومة الفيدرالية الوساطة. وتتحرج الدبلوماسية الدولية في العادة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتكتفي كما هو الحال هنا بالدعوة لوقف الحرب واتباع الحوار وحماية المدنيين. وسبب آخر للتباطؤ الدبلوماسي حول هذه المسألة هو انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات وتداعياتها وبدء الحرب في الفترة الانتقالية بين رئيس راحل وآخر قادم. وبعد اعتداء قادة تيغراي على أسمرة بالصواريخ صرح كثيرون بأن الأمر لا يعدو كونه محاولة لتدويل الصراع ولفت نظر العالم إلى محنة الإقليم في حربه ضد القوات الإثيوبية والميليشيات القومية، وذلك بغرض تحريك الدبلوماسية الدولية لصالح مطلقي الصواريخ. يفترض أصحاب هذا الطرح مسلمين بأن إريتريا ليست طرفا في الحرب الدائرة في إثيوبيا، وهم يضعون تمييزا واهيا بين الحرب والعمليات العسكرية. فالحرب بالنسبة لهم هي العمليات العسكرية فقط، ولكن الحرب
وخاصة هذه الحرب الأخيرة تشمل التحالف السياسي والأمني وقفل الممرات والحدود والحرب الإعلامية وشيطنة الخصم والتنسيق الأمني العالي والتحريض على المواجهة. وطاغية إريتريا إسياس أفورقي ضالع في هذه الحرب ووالغ في كل تفاصيلها، وكما ذكرنا فهو ذو مصلحة حقيقية في تغطية وتمويه تدخله العسكري لحين هبوب الرياح المناسبة، وقد لا يستجيب فورا للاستفزاز المباشر لجره إلى المعارك حتى ينهك الجيش الحكومي الإثيوبي قوات تيغراي تماما. فلو أخذنا جانب واحد هو علاج جرح الجيش الإثيوبي في مستشفى بارنتو وصنعافي والتنسيق الأمني المتقدم بين أسمرة وأديس أبابا، ألا يعد هذا مشاركة في المعارك؟ أيا كان، ليس هناك ما يبرر ضرب العاصمة أسمرة بالصواريخ حتى ولو كانت شريكا في الحرب. ولكن هل حقا ستستفيد أسمرة من تدويل الحرب؟ لن تستفيد أسمرة من التدويل الآن، بل على العكس فهي لن ترغب فيه، لأنه سيوقف العمليات العسكرية الجارية الآن والتي يشكل غطاء الشأن الداخلي الإثيوبي أفضل سياق لاستمرارها في محاولة القضاء التام على العدو المشترك لأبي أحمد وإسياس معا. ولن يفيد الوياني من ناحية أخرى ضرب أسمرة بالصواريخ إذا كانوا فعلا راغبين في تدويل الأزمة، فإريتريا سوف تحافظ على لو بروفايل مقصود على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، ويكفيها مؤقتا ما يجري حتى الآن، وهي تركز على استعادة بادمة والمناطق المحتلة الآن للأسباب التالية: أولا، المتاعب الجمة لقادة وياني وهم العقبة الأخيرة أمام عودة بادمة للسيادة الإريترية، منح رئيس الوزراء الإثيوبي الضوء الأخضر لأسمرة لاستعادة الأراضي المحتلة، لأن ذلك يحقق أحد بنود اتفاقية السلام، وثانيا يحقق التزام إثيوبيا بقرار مفوضية الحدود الإريترية الإثيوبية، وثالثا فإن الوضع يمثل لإريتريا الفرصة الذهبية لاستعادة بادمة، وإلا فلن تستعيدها أبدا. أليست هذه الأسباب كافية لتحريك الجيش الإريتري لدخول الحرب بشكل غير معلن وبدون إثارة أي جلبة دولية تحت غطاء حجة الشأن الداخلي الإثيوبي، بحيث لا يسمح لأي طرف دولي بالتدخل الدبلوماسي؟ هذه إذاعة إرنا. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى تعليق سياسي تحت عنوان تدويل الحرب وأوهام السيادة. ستار السيادة الوطنية. تنشغل الشعوب والأمم عن أسباب الحرب ودوافعها وتركز في نهاياتها، فكم من حرب سالت فيها الدماء أنهارا لم يعرف من المتسبب فيها، ولكن حتما عرف من الخاسر والرابح فيها. وحرب إريتريا وإثيوبيا في عام 1998 ليست استثناء، وليست هذه الحرب اليوم استثناء أيضا، فالعالم لن ينشغل بمن بدأها وتحت أي مبرر كانت، ولكن سيتذكر فقط من انتصر فيها، حتى الموتى لن يذكرهم إلا ذويهم. وحتما أيضا أن الحرب لا يشعلها صاحب بقالة في أطراف مدينة أفعبت ولا صاحب مطعم بائس في عدوى، الحرب يشعلها الزعماء ويموت فيها الجنود، وتلبس الحروب في بداياتها الثياب القشيبة من أردية الوطنية والسيادة، وعندما تلفظ الأخيرة دخانا وشررا لا يحضر وفاتها أحد. وكما قال عنتر العبسي: الحرب أولها شكوى وأوسطها نجوى وآخرها بلوى، ولن تعدم الحرب يوما سببا لنشوبها. اليوم يسير ركب تحت حجة الدفاع عن السيادة للدفاع عن إريتريا ولو تحت راية الطاغية، فأين هي السيادة؟ عندما تم السجن قادة مجموعة 15، ألم تكن مقترحاتهم التي قادتهم إلى السجون متعلقة بالسلام والسيادة؟ ومن يدافع عن هذه السيادة؟ الرد المتوفر حتى الآن هو قوات الدفاع الإريترية. ومن هم السواد الأعظم من جنود قوات الدفاع الإريترية؟ أليس هم الذين يجرجرون سلاسل خدمة العبودية العسكرية في البلاد؟ الأمس واليوم لا زال الشباب والشابات يطاردون والرجال والنساء لأخذهم إلى خدمة العسكرية الإجبارية، والتي لا يستحي البعض من تسميتها بالخدمة الوطنية. الإقرار بأن الطاغية يدافع عن سيادة البلاد هو الاعتراف والتأمين والبصم بالعشرة على سياساته تجاه الشباب والأمهات اللواتي يسجن بسبب هروب أبنائهن وبناتهن، ناهيك
عن القتل والقمع والذل المقيم. وهكذا فسياسات الطاغية في أسمرة يتم تجزئتها في عواصم الغرب إلى سياسات وطنية حميدة تحمي الوطن ويمكن القتال تحت رايته من أجلها، وأخرى خبيثة تشرد وتسجن وتعذب ويمكن معارضتها أيضا فيما بعد في جنيف ونيويورك. هذه القسمة الضيزة تفضح أكثر من ما تستر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عودنا رئيسنا المفروض علينا قسرا وكراهة أنه لا يستطيع العيش بدون حرب أو عدو، ولن نصدق أنه سيقضي على الويانة إذ ليس له مصلحة في اختفائهم الأبدي، فهو من ينطبق عليه قول نيتشه: من كان يحيا بمحاربة عدو ما تصبح من مصلحته الإبقاء على ذلك العدو حيا. 20 عاما استخدم الطاغية الويانة بعبوعا يخيف به الشعب الإريتري يوما إثر يوم، فكيف يحيا هذا القائد بدون عدو؟ المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، متابعي برنامج تعليق على الحدث، قدمنا لكم فيما مضى في الجزء الأول تعليقا للكاتب والباحث الإريتري عبد القادر محمد علي، تعليقا تحت عنوان طموحات وتحالفات جذور تأجيج الحرب في إثيوبيا، وقد سبق نشره في موقع TRT التركي، وتعليق آخر تحت عنوان تدويل الحرب وأوهام السيادة لمحدثكم. وبذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تحويل مستشفى صنعاء لمستشفى عسكري لعلاج الجنود الإثيوبيين. أكدت مصادر عليمة لإذاعة إرينا الدولية بأن السلطات حولت مستشفى مدينة صنعاء إلى مستشفى خاص بعلاج جرحى قوات الجيش الإثيوبي الفيدرالي. وأكدت المصادر بأن المستشفى امتلأ بجرحى الجيش الإثيوبي في الأثناء التي يتم تحويل المدنيين من سكان المدينة لتلقي العلاج في مستشفى مدينة عد قيح والتي تبعد 25 كيلومترا. مقتل 3 نساء في قصف مدفعي جنوب مدينة صنعاء. أفادت أنباء بمقتل 3 نساء في قرية بارحاغودا جنوب مدينة صنعاء جراء قصف مدفعي موجه من إقليم تيغراي. وقتلت امرأتين من أسرة واحدة وامرأة ثالثة عندما وقعت قذيفة على منزلهن في القرية والتي تصنف ضمن قرى منطقة إمبادة جنوب صنعاء. أنباء عن تواصل المعارك بهدف استيلاء القوات الحكومية على مقلة عاصمة إقليم تيغراي. تفيد الأخبار الواردة من تيغراي بأن المعارك بين القوات الحكومية وجيش حكومة إقليم تيغراي تتواصل في الاتجاه الغربي من الإقليم، حيث تحاول القوات الحكومية الوصول إلى مقلة عاصمة تيغراي. وكان حاكم الإقليم دبريسين والدمكيل قد أقر بأن قوات الإقليم خسرت مدينتي شيري إنداسيلاسي ورايا للقوات الحكومية، وقال بأن ذلك نصر مؤقت وأن قواته سوف تستعيد زمام المبادرة. واتهم القوات الحكومية التي تحاول الوصول إلى مقلة بقصف المدنيين، بينما اتهمت القوات الحكومية قوات إقليم تيغراي بنسف الجسور والطرق لمنع تقدم القوات الحكومية نحو العاصمة. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحيات محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.